احسن ماسك بيتي ممكن تعمليه، ما تحتاجيش بعديه الميك اب. اوكي، صلوا بس على النبي الاول، وخليني بقى اقول لكم هتعملوا ايه يا حلوين. بصوا بقى، احنا طبعا الفراوله هنخزنها لرمضان، تمام؟ فانتوا اكيد هتعملوا عصير، يعني مش هقول لك هاتي فراولايه ايه، يعني العصير يكون تقيل. هتجيبي منه معلقه كبيره او معلقتين صغيرين، تمام؟ وهتجيبي نشا قد كميه العصير، يعني مثلا جبتي معلقتين عصير بس لازم يكون تقيل. طيب لو انا ما عنديش عصير وعندك فراولة صاحية يعني لسه ما اتعصرتش، هتجيبيها ويا اما تعمليها بالشوكة، تنعميها خالص بالشوكة تفعصيها خالص، يا اما تفرميها او تعمليها بايد المدق. اهم حاجة تفعصيها خالص خالص، ما يكونش فيها حتت، زيها زي العصير، يا اما عصير تقيل. طب كده تمام، خلاص الفراولة كده كل بيت فيه فراولة دلوقتي عشان خاطر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ماشي، هتجيبي النشا وتدمجيها مع الفراولة. انا بدمج بقى ازاي؟ عارفين اللي هو القوام اللي عامل زي البلسم او الشاور كده، هو بيبقى القوام ده، هو ده قوامها، تمام؟ طيب الماسك ده بقى هتعمليه 3 مرات في الاسبوع، تمام؟ 3 مرات في الاسبوع. اولا لازم تدمجيه كويس، ثانيا الكميه لازم تبقى دي قد دي. انا طبعا حطيت تاني لان انا حاطه معلقتين عصير، تمام؟ انتوا هتلاحظوا في الاول انا حطيت معلقه واحده، دلوقتي بقى بكمل باقي الايه، باقي المعلقه، تمام؟ هتدمجي كويس. طب لو انا بنوته صغيره مثلا عندي 13 14 سنه، هتعملي بنفس الطريقه دي، بس بدل النشا هتحطي بودره لبن، اللي هو لبن البودر، ماشي؟ اللي هو نيدو والحاجات دي. هتجيبي برضو نفس كمية اللبن البودرة قد كمية ايه، الفراولة، اللي انت لا اما انت اللي هتعمليها، هتجيبي فراولة صاحية وانت تعمليها، يا اما تجيبي معلقتين من عصير تقيل، عصير فراولة تقيل، ماشي؟ طيب انا كده دمجتها بقت كريمي كده، تمام؟ هوريكم بقى طريقتها. ان انت هتحطي هتوزعي الماسك بس كده بقى على الوش، تمام؟ هتوزعي الماسك على وشك كله. في برضو ايه هنا، في حاجة مهمة عايزة اقولها لك. وانتي بعد ما تحطي الماسك ما تقعديش تضحكي، ما تتكلميش كتير. عايزاكي يعني اللي هو ايه، يعني الماسك ياخد وضعه على وشك عشان ما تعملش خطوط للشيخوخة، تمام؟ يعني مثلا لما تيجي تكبري، ما ي... ما يكونش فيه تجاعيد واضحة بسبب ان انتي في الماسك بتتكلمي، او بيبقى فيه تشققات في الماسك كده. المفروض تحطي الماسك، ما تقعدوش تضحكوا وتهزروا او تتكلموا كتير. استجموا يعني، حطوا الماسك واستجموا لما الماسك ينشف وتغسلوا وشكوا، اتكلموا براحتكم واضحكوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، تمام؟ دي نصيحة يعني كنت عايزة اقولها لكم. انا كده وزعت الماسك على ايديا، طبعا انت كده هتعمليه على وشك، ولازم تسيبيه لغايه ما ينشف تماما. هو خد مني بالظبط قد مثلا ربع ساعه، حاجه زي كده. نشف بقى، بصي كده هتلاقيه عامل طبقه. الطبقه دي لازم تتفرك، وانتي بتفركيها كده اهو هتلاقيها بقى بتطلع التراب والاتربه اللي بتبقى في المسام والجلد الميت. تحفه بجد، هتجربيه مش هتحتاجي انك تحطي مكياج، تمام كده؟ انت هتحطيه في رمضان ان شاء الله، يعني عشان الصيام وكده ما ينفعش تحطي ميك اب. هتستخدميه في رمضان فعلا، هتستغني عن الميك اب، مش هتحتاجي تحطي ميك اب بعد ما تعملي الماسك. ولو مشيتي عليه 3 مرات في الاسبوع، بجد يعني هتنبهري بالنتيجه في الاخر. وبعدين هو الماسك ده هو بس مش بيدي نضاره للوش وبيفتح، لا ده كمان بيدي كده زي احمرار، بيخلي وشك كده طري طري وعامل زي الاطفال. بالذات برضو البنات الصغيره لما تبدل النشا باللبن البودره، هيبقى وشها طري جدا، وتحس ان هي وشها بيور كده، مش محتاج ميك اب كده. ده اللي انا فرقته ده، هو ده بقى الجلد الميت والتراب وكده. بصوا حتى الفرق، باقي صوابع اللي انا ما حطيتش على الماسك مش حمرة زي باقي ايدي. بص ايدي محمرة ازاي، وناعمة ناعمة خالص، يعني عارفين حتى لو الجلد الميت كله اتشال. بصوا الفرق بين دي، بص دي يعني تحس ان هي ايه، مش طرية كده، ما فيهاش ليونة يعني. انما مكان الماسك طري ومحمر كده، في نضارة، مش محتاجة تحطي ميك اب فعلا فعلا يعني. وده ماسك يعني انا انصح بيه صحابي وحبايبي ومتابعيني. جربيه ومش هتندمي. الفراولة موجودة في كل بيت، والنشا موجودة والحمد لله يا رب. عايزاكي بقى لما تجربي الماسك قولي لي ايه رأيك في الكومنتات، تمام؟
وعايزاكي تعملي لايك لو استفدتي من الفيديو، وشيري لاصحابك برضه عشان يعملوا ماسكات زينا. ماشي، يلا باي.